تخيل تصحى من النوم تلاقي الناس عامله لك جنازه. قال لا بالله سلام شد حيلك ليك شو وانت قاعد بتاكل فشار. وده كان واحد من 3 مشاهير قرروا انهم يعملوا حفلة كدب عالمية، بس النهاية كانت اوجع من الكدبة نفسها. من كام سنة كان في يوتيوبر محترف في لعبة اسمها تيم فورتس فتح قناة في 2011 ونزل اكتر من 80 فيديو، بس في يوم سكتشر ينزل فيديو غريب يقول فيه انه عنده مرض خطير وان حياته في الدنيا معدودة. Straightforward and honest as I can with you guys for once. Truth is, I've been very sick and very busy for the past few months, spending every day either bedridden or going in and out of the hospital with no time to play TF2 or make videos or anything like that. I don't want to reveal too much information about my illness, but the doctors are saying that I probably don't have a lot of time left. My chances of recovery are looking low, to say the least. It sucks, yeah, it's terrible, but I have no choice but to accept it. الناس مشاعرها اتحركت من دموع وعواطف، وناس عملت له فيديو وداع. Welp, this is it, folks. This is how it ends. I'm very ill, my health is gradually deteriorating, and the clock is ticking, so to speak. I simply cannot afford to spend any more time than I already have maintaining the channel. This is my absolute final video to say goodbye before I stop using this account. So feel free to unsubscribe if you haven't already. There will be no more videos coming from this channel. Farewell. والمطورين باللعبة دخلوا عملوا له سلاح باسمه، وكل الناس عرفوا ان الواد مات. بس المفاجأة الكبيرة ان الواد اساسا ما كانش ميت، وظهر تاني على اللعبة بأكاونت جديد، بس المرة دي باسم تاني، وكأن مفيش حاجة حصلت. والناس وقتها اكتشفت ان القصة من اولها لاخرها كانت تمثيلية. Hey, it's me, Sketchek. About 3 years ago, I announced that I had contracted a non-specific terminal illness. I want everyone to know that was a lie. It was a sick joke. It was a ruse. I was never ill, not even a little bit. بس الكدبة التانية كانت لليوتيوبر أكتر وقاحة. طلع وقال إنه عامل حادثة كبيرة وحياته وقفت وما بقاش يقدر يتحرك تاني، والناس دعموه. بس بعد كام شهر ظهر هاكر اخترق حسابه وفضحه من كل الاتجاهات، لحد ما يظهر اليوتيوبر ده في لايف بيتحرك عادي وبيتمشى. Yeah, Mungo had to go. It's easily outgeared. Our dog. Oh my God, we took our dog, like to the fish shop. والموضوع طلع كان كدبة كبيرة، وساعتها منصة تويتش ما استحملتش واديته بان دايم. والكدبة الأخيرة كانت لبنت لما طلعت في يوم وقالت إنها عندها المتلازمة دي. Wow. I want to talk. Wow. كسبت ملايين المتابعين في وقت قياسي، وكان باين في الفيديو انه فيديو توعية وان هدفها كان نبيل. بس بدأت تنوه لبزنس خاص ليها في كل فيديو، والناس لاحظت بتناقضات غريبة في لايف مدته 45 دقيقة، انها ما عندهاش عرض من اعراض المتلازمة اللي قالت عنها، لكن في فيديوهات تانية كل كلمتين بيطلع منها صوت وحركات لا ارادية غريبة. ولما الناس شكت صورت لهم ورقة وقالت لهم ان دي الورقة اللي بتثبت مرضي، بس اتفضحت تاني لان الورقة كانت مزورة واللوجو اللي عليها ما كانش حقيقي، واتضح انها طبعة من جوجل. الناس ساعتها بلغوا ادارة التيك توك، والاكاونت الخاص بيها اتقفل والبيزنس اتنسف. في النهاية مش كل حاجة على السوشيال ميديا بنشوفها بتبقى حقيقية، وفي ناس ممكن تموت نفسها عشان الفلوس واللايك، والناس دولت ضحكوا على متابعينهم باسم المرض. لكن في النهاية الحقيقة هي اللي غلبت، بس اللي ضحك في الاخر كانت الحقيقة. وفي النهاية يا صاحبي لو شفت حد بيعيط لك في اللايف وبيقول لك انا هدعي لك في الكومنتات، استنى شوية، يمكن يكون بيحضر لمسرحية جديدة. النت قدم لينا مواهب كتير، بس قدم لينا ممثلين عباقرة لدرجة ان الاوسكار نفسه ممكن يتحرك ويرشحهم. بس على رأي المثل الكدب ملوش رجلين. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية.